منذ بناء أول سيارة لها في عام 1935 تويوتا موتورز اجتهدت لدفع حدود ما يمكن تحقيقه، وقد بنت إرثها على مبدأ كايزن، وهي فلسفة تسعى للتحسين المستمر ودفع حدود خلق منتجات أفضل من أي وقت مضى. اليوم تويوتا هي من أكبر مصنعي السيارات في العالم، بموظفين أكثر من 340 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. على مدى تاريخ تويوتا الفاخر كان هناك سلسلة متوالية غنية من القادة الملهمين والمخلصين الذين ساهموا جميعا في بناء الشركة التي نعرفها اليوم، ولكن كل شيء بدأ مع رجل واحد، ساكيتشي تويدا. ساكيتشي معروف اليوم باسم ملك المخترعين اليابانيين وابن المزارع العصري. بدأ بداية متواضعة، ولكن شغفه لاختراع وحل المشاكل شجعه على أن يرتفع ليصبح والد الثورة الصناعية اليابانية. وكدعم لدخل الأسرة عملت والدة ساكيتشي بالنسيج اليدوي، ومن خلال مشاهدتها تعمل على آلة النسج فكر ساكيتشي بوجوب إيجاد طريقة أفضل لإضافة تحسينات على الجهاز، وبالفعل وجدها، وكانت النتيجة التوصل إلى آلة النسج الأوتوماتيكية. نفذ الاختراع مفهوم جيدوكا أو الأتمة بمساعدة الإنسان، حيث تتوقف الآلة تلقائياً عندما ينقطع الخيط، وذلك من أجل ضمان أعلى مستوى من السيطرة النوعية وكذلك تقليل الهدر. فلسفة جيدوكا أصبحت لاحقاً الحجر الأساس لنظام إنتاج تويوتا. بحلول عام 1926 قام ساكيتشي ببناء شركة ناجحة أحدثت ثورة في صناعة النسيج اليابانية. لاحقاً الابن الأكبر لساكيتشي كيجورو تويودا أكمل مسيرة والده واتخذ الخطوة التالية نحو إنشاء قسم للسيارات ضمن أعمال تويوتا. بعد عودته من جولة في صناعات السيارات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كيشيرو ونسيبه ريسابورو تويودا كانوا على ثقة بوجود إمكانات في السيارات على الرغم من المخاطر العالية لهذه الأعمال في ذلك الوقت، فقد قاموا بتجنيد فريق من المهندسين الشباب لتدريبهم على تطوير صناعة السيارات من خلال التجربة بدلا من المعرفة النظرية. بحلول عام 1934 قاموا بتطوير أول محرك تجريبي للسيارات في اليابان. في ديسمبر عام 1945 أصدروا أول إنتاج لشاحنة تويوتا G1. كان كيجيرو وفريقه عازمين على التحسين والفوز بثقة الزبائن مرة أخرى مع خدمات ما بعد البيع وتحسين كل جوانب التصميم. في عام 1936 تم تصميم شاحنة جديدة نموذج GA مع 600 تحسين تستهدف صمود المنتج. في أبريل عام 1936 صنعت أول سيارة ركاب تويوتا نموذج AA. على الرغم من دخوله لأول مرة في صناعة جديدة تماما، حقق كيجيرو وفريقه عددا من الابتكارات الهندسية المصممة في نموذج AA. تنافس فورد وجي ام. كان النموذج AA ناجحا، وكانت الشركة بحاجة إلى توسيع عملياتها بدءا من اسم وشعار جديد. في سبتمبر عام 1936 بعد مسابقة التصميم العامة تم اختيار شعار جديد بمشاركة 27 ألف شخص. تم تغيير الاسم من تويودا إلى تويوتا. كلمة تويوتا مع لهجة واضحة والتراكيب الصوتية كانت أفضل. كان الاسم الجديد مرتبطا بالثروة والحظ السعيد. في عام 1937 تأسست شركة تويوتا للسيارات كشركة منفصلة. بحلول عام 1938 تم إنشاء شبكة من الوكلاء في جميع أنحاء اليابان. تم بناء مصنع جديد في كروما اليابان الآن معروف باسم تويوتا سيتي. من خلال توسع صناعة سيارات تويوتا بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية، تم اختبار سيارات تويوتا بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية.
في عام 1949 ظل اقتصاد اليابان بعد الحرب في حالة سيئة، وكانت السلع والمواد من كل نوع نادرة، وكان التضخم كبيرا. في تلك السنة اتخذت الحكومة اليابانية تدابير للسيطرة على التضخم التي خفضت بشدة من القوة الشرائية للمستهلك، أثرت على سوق السيارات المحلية، ونتيجة لذلك كانت تويوتا غير قادرة على تلبية الرواتب العادية. كذلك تأخر في دفع المستحقات المالية تبعها تقليص في مرتبات الموظفين، ومن ثم خطط لتسريح نطاق واسع من العمال. في أبريل عام 1950 شارك اتحاد عمال تويوتا في إضراب ومفاوضات بين الاتحاد والإدارة، بينما أصلت تويوتا الوقوع في الديون حتى وجدت الشركة نفسها على حافة الإفلاس. حصلت الشركة على قرض مقداره 200 مليون ين لمواصلة الإنتاج. فرض الممولون شروطا تشغيلية صارمة. كذلك تم فصل المبيعات والإنتاج إلى شركتين مستقلتين مع إنشاء شركة مبيعات سيارات تويوتا. وقد اتفقت الإدارة والنقابة على تخفيض عدد العمال من 8,000 إلى 6,000 موظف من مستوى الإدارة. استقال الرئيس كيتشيرو تويودا وجميع فريقه التنفيذي. بعد استقالة كيتشيرو أصبح تايزو إيشيدا رئيسا لشركة تويوتا للسيارات، وأشرف الرئيس إيشيدا على الانتعاش المالي للشركة. توفي كيجيرو تويودا في مارس عام 1952. لم يكن يعيش بما يكفي لرؤية نجاح شركته. كان إيجي تويودا ابن عم كيجيرو الذي أصبح مسؤولا عن التصنيع وأشرف على تطوير مدينة تويوتا. كان الرجل القادم الذي سيشكل ثروات تويودا. إيجي وظف تايجي أوهنو ليصبح مدير تصنيع قطع الغيار. في عام 1954 قدم تايتشي نظام كانبان، نظام يحسن كفاءة التصنيع باستخدام طلبات الزبائن الفعلية كأساس لحساب التصنيع بدلاً من التقديرات التي يقوم بها المديريون. كانبان هو الأداة الرئيسية فيما سيصبح نظام إنتاج تويوتا استناداً إلى فلسفات جيدوكا، وفقط في الوقت المناسب استمر نظام إنتاج تويوتا بالتطوير، مما سمح لتويوتا أن ينتج سيارات ذات جودة عالية وكفاءة كبيرة. بحلول عام 1962 قامت تويوتا ببناء 1,000,000 سيارة وطورت بعضا من أكثر تقنيات التصنيع تقدما في العالم. وبعد سنوات قليلة حققت الشركة هدفها المتمثل في تصدير 20% من إجمالي إنتاجها، وكانت أستراليا أكبر مستورد للسيارات في تلك السنوات. اليوم تويوتا تتقدم صناعة السيارات من خلال ابتكار منتجاتها وأنظمة التصنيع، طريقة التعامل مع الموظفين، شركاء وضيوفا. منذ بداية تاريخ تويوتا تميزت بتقاليد التعاون وتقاسم المعرفة، تحفيز العمال، احترام الناس والتحسين المستمر. لقد عملنا معا لبناء شركة لن تضيع أبدا في السعي لإيجاد طريقة أفضل. هذا هو الإرث الذي أعطي لنا من قبل ساكيتشي تويودا وانتقل من جيل إلى جيل، وهذا هو الإرث الذي سيستمر في المستقبل إلى جيل تويوتا القادم في أيد أمينة تضمن أن الطريق إلى الأمام هو طريق تويوتا.